السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك في سلسلة فرنسي 5x5 مرة أخرى. إن شاء الله عز وجل حنا في الشهر الثاني طبعا الأسبوع الأول وحنا في اليوم الثالث ياك. ما عرفتنا غادي نشوفوا مجموعة ديال لي فيرب جداد، مجموعة ديال الأسماء جداد ومجموعة الجمل. كما لاحظتي الطريقة اللي كنخدموا بها الآن في هذا الشهر الثاني ماشي هي الطريقة الأولى ياك. يمكن كنخدموا بعض لي فيرب يعني الكونجيغيزون ديالهم، ولكن اللي اساسي هو انني ما بقيتش كنعطيك ديك لائحه ديال لي فيرب ولائحه ديال لي نون وانت عليك انك تنقلها باش انك تفهم. وهيدا اغلبيه ديال الناس اللي خدموا معايا في الشهر الاول لاحظوا بانهم خصوصا حين كيكون واحد مجموعه ديال الاسماء او دي فيرب جداد كيجعلهم هذا انهم ينتلفوا شويه ياك. يعني غادي نعطيك ثلاثه ديال لي فيرب جواك جداد انت يمكن غنستعملهم تقريبا حتى الاخر ديال الفيديو، يمكن نكون نسيتي وخصوصا اذا ما سجلتيش في الاول. فالطريقه دابا اللي عملنا جديده هو ان كنعطيك الاسماء ولا لي فيرب جداد في اللحظه اللي غنخدموهم في الجمله. هذا كيبقى امور جديده في الراس يمكن لك انك تفهم بسهوله. اذا نبداو على بركه الله. اول فيرب اللي غنخدموا فيه اليوم هو لو فيرب ريفليشير. طبعا حنا الان في الشهر الثاني مع لي فيرب ديال دوزيام جروب وغادي نخدموا معطيتنا في الباسي كومبوزي بريزون او الفيتور. طبعا خصنا نخدموا مجموعه ديال لي طون اخرين شويه حنا غادي نشوفهم. اذا في لو باسي كومبوزي كيمشي مع لوكسيليغ افوار. اذا عندنا جي تيا، اذا نستعملوا الستيلو بعدك. اذا عندنا جي تيا إلا ياك، وعندنا nous avons vous avez ils ont وعندنا لو بارتيسيب باسي ديالو هي ريفليشي ما كيتبدلش نهائيا لاننا حنا مع لوكسيليغ افوار. لا كنا مع لوكسيليغ اتر ساكورد ياك لي فيرب ساكورد افيك لوكسيليغ اتر. هذا كيعني بان كيبقى يتبدل الاخر ديالو من ديك الساعات، ولكن حنا الان عندنا لوكسيليغ افوار. مادام عندنا لوكسيليغ افوار ما عندناش شي مشكل. اذا جي ريفليشي tu as réfléchi il a réfléchi elle a réfléchi nous avons réfléchi vous avez réfléchi ils ont réfléchi ou elles ont réfléchi. طبعا جي ريفليشي يعني انا في الماضي ياك فكرت ياك. tu as réfléchi انت فكرت il a réfléchi هو فكر الى اخره هي فكرت nous avons réfléchi نحن فكرنا vous avez réfléchi انتم فكرتم هم فكروا وهن فكرنا. ريفليشي غادي الانسان كيفكر. هذا في الباسي كومبوزي. اذا بغيت نتكلم الان على لو بريزون كنقول جو ريفليشي اي اس في الاخر. هذا هو لو بريزون ديال دوزيام جروب. اذا اي اس اي تي هادو مع جو تي اي لو ال مع نو كاين كتمشي اي سون دوز اس ان اس و اي سي دوز اس او زد اس ان تي وهنا عندنا او ان تي اللي باش معروفين لي فيرب ديال دوزيام جروب. هاد جوج اس اللي كاينين هنا ياك، كاينين في نو وفو وكاينين في إل. مزيان. اذا جو ريفليشي انا افكر الان، tu as réfléchi انت تفكر او لا انت تفكرين، il réfléchit هنا عفوا tu réfléchis ماشي tu as réfléchi. اذا نعاود je réfléchis tu réfléchis il réfléchit elle réfléchit nous réfléchissons vous réfléchissez ils réfléchissent ils réfléchissent. مزيان. وهذو كاملين في البريزون انا افكر انت تفكر الى اخره نحن نفكر انتم تفكرون. المهم نبداو مع الفيتور. جو ريفليشيغي ما نساوش بان اي فيرب في الفيتور تقريبا اي فيرب ياك بعض منهم لا لكن الاغلبيه ديال لي فيرب كنخليو لو فيرب كيف ما هو. ريفليشير لاحظتي هنايا ريفليشير كنخليو لو فيرب كيف ما هو وكنبقاو نزيدوا له تيرمينيزون ديال الفيتور اي و ا مع طبعا هنا خص يكون ا اس ياك. tu réfléchiras à S, il réfléchira, elle réfléchira, nous réfléchirons, vous réfléchirez, ils réfléchiront, ils réfléchiront. مزيان. إذا نعملوه هنا اللون أبيض ونزيد واحد اس فين كاين اس مع tu. مزيان. إذا جو réfléchirai أنا سوف أفكر، tu réfléchiras أنت سوف تفكر، il réfléchira هو سوف يفكر، elle réfléchira هي سوف تفكر، nous réfléchirons نحن سوف نفكر، vous réfléchirez أنتم سوف تفكرون، ils réfléchiront ou elles réfléchiront هم سوف يفكرون وهن سوف يفكرن. ممتاز. نزيدو. اليوم بغيت نخدم معك هادو بالضبط. مون طون سون نوتر فوتر لوغ مشهورين بزاف ولكن الأغلبية كينساهم أو ما كيهتمش بالاستعمالات ديالهم، وهذا كيعطي أنه كيوقع له مشاكل كثيرة. مزيان.
مون ستيلو. اللحظة اللي كنقول مون بعدك مون طون سون نوتر فوتر لوغ كنستعملوها اللحظة اللي بغيت تتكلم على الملكية، شي حاجة كتملك أنت، فهذه كتجي مع أنا وهذه كتجي مع أنت وهذه كتجي مع هو وحتى هي ياك، وهذه كتجي مع نحن ياك، وهذه كتجي مع أنتم وهذه كتجي مع هم وهن. مزيان. إذا حين بغيت نتكلم على راسي نقول بأن القلم ديالي أنا كنقول مون ستيلو، ولكن المطلوب بأن هادشي اللي كنتكلم عليه هنا، هادو اللي كنتكلم عليهم هنايا كاملين خصهم يكونوا مذكر. حين كيكون مذكر عاد كنقدر أنني نستعمل مون طون سون نوتر فوتر لوغ. اللحظة اللي كتكون مؤنث كنستعمل ما طا سا نوتر فوتر لوغ. حنا غنشوفوها دابا شوية. اللي أساسي حنا هنا مون طون سون نوتر فوتر لوغ، إذا ديال المذكر وهما أدوات ديال الملكية ياك، أدوات ديال الملكية. يعني حين كنبغي نتكلم على شي حاجة ديالي، حين كنبغي نقول ستيلو ديالي أنا الملك ديالي أنا كنقول مون ستيلو. طون ليفغ يعني مون ستيلو كنقول المقصود هو قلمي ياك. طون ليفغ يعني كتابك. مزيان. أمي والصديق صون أمي صديقه أو صديقها ياك. وحين بغي نقول صديقتها طون صون أمي. حين كنبغي نتكلم على بنيته كنقولوا صون أمي. هذه غادي نشوفوها هنايا مع هادو. هذه صون أمي. مزيان. اللحظة اللي غنتكلموا على نوتخ كاميون، إذا غادي يكون شاحنتنا ياك، شاحنتنا. وفوتر اورديناتور يعني غادي نقول الكمبيوتر ديالك ياك. لوغ طرافاي عمله. مزيان. إذا قلنا هادو أدوات ديال الملكية، واللحظة اللي يكون عندي شي اسم كنتكلم عليه مفرد هو مذكر عاد كنستعمل مون طون سون نوت فوتر لوغ. إذا هادو خصك تكتبهم ودرجهم إذا كان باقيين، إذا كنت تنساو لكم مابقاوش في الراس. بالنسبة لهادو بالنسبة للأسماء اللي كيكونوا فيمينا مؤنثين، إذا لا فواتير فيمينا، لا ميزون فيمينا، لا في فيمينا، إذا كنستعملوا معاهم هادو. عاود نيت الأولى ديالي أنا، والثانية ديالك أنت ولا أنتي، وهو ولا هي إلى آخره إلى آخره. إذا هو حين غيبغي يقول الحياة ديالو غادي يقول صافي، حتى هي إذا بغات تقول الحياة ديال أنا كتكلم عليها طبعا ياك صافي. أما إذا بغات هي تتكلم على الحياة ديالها غتقول مافي ياك. أنا إذا بغيت نقول الحياة ديالي نقول مافي طافي صافي إلى آخره. إذا ما فواتيور إذا سيارتي مادام هي مؤنث. تا ميزون إذا منزلك. صافي إذا حياتها أو حياته ياك، بجوج بهم كيمشيو مع سا. نوتر أمي، نوتر أمي، أمي بنيته، لاحظتي أمي بنيته. إذا صديقتنا بنيته لأن عندها أو في الآخر ياك. فوتر بروبوزيسيون، بروبوزيسيون هي الاقتراح، وفوتر ديالك ديالكم أنتم ياك. إذا اقتراحكم، اقتراحكم، وحتى اقتراحكن، يعني فوتر كتمشي مع البنات والذكورة. وما نساوش هاد فوتر كتمشي عليها نفس القاعدة ديال فو ياك. فو نتي نزول هذا إذا كنمشي عليها نيت ديال فو شنية. قلنا فو عندها جوج المعاني إذا تعقل ياك، دائما مراجعة مهمة. فو هي أنت إذا كان واحد إنسان غريب ياك وكتحترمه ياك، لا بوليتيس. وفو المعنى ديالها أنتم اللحظة اللي كتكلم مع واحد الجماعة ديال الناس ياك، يا كانوا رجال يا كانوا نساء يا كانوا مخلطين. ففو عندها جوج المعاني، إما واحد الإنسان كتحترمه يعني مثلا شي شخص كبير في السن ولا غريب عليك ولا هذيك كتقول له فو يعني بحال اللي كنقولوا سيل فو بلي. ولكن إذا كان شي إنسان قريب عليك كتقول له سيل تو بلي وكتقول له طوا ياك. مزيان. إذا بالنسبة لنا حنايا غادي نتكلموا على فوتر بروبوزيسيون، يعني المعنى ديالها إما يكون اقتراحكم بزاف بكم، أو غادي يكون اقتراحك يعني أنت يا ديك الإنسان اللي يعني كنقدرك ونحترمك إلى آخره. مزيان. لوغ شوا، الشوا هو الاختيار. لوغ شوا إذا اختيارهم، لاحظ شوا هنايا عندها إكس في الأخير. هذه من بين الكلمات اللي ما تقدرش تشوف فيها تعرفها
واش هي في الجمع ولا ماشي في الجمع ياك. بحال دابا بروبوزيسيون اذا كانوا بزاف غادي نعمل لها اس، امي اذا كانوا بزاف غنعمل لها اس الى اخره. بينما شوا في الاخر ديال اكس مفرد والمذكر كيكونوا بنفس الطريقه كيتكتب. لهذا الحاجه الوحيده اللي يقدر تبين لي بان هذا اختيار واحد ماشي عده اختيارات هي هادشي اللي قبل منه شوا فيمينا. اذا اما غادي نقول لا شوا ياك، اما نقول ما شوا اختياري انا ياك، هذا الاختيار ما شوا الاختيار ديالي انا. ولكن اذا قلت لوغ شوا اختيارهم ديالهم هما. اذا بغيت نقول اختياراتهم بزاف خصني هاد لو غادي نزيد لا اس. فهمنا باش كتكون الجمع مزيان. لحد الان تكلمنا على مذكر المفرد والمذكر او المؤنث المفرد. اذا هادو كيمشيو مع المؤنث ياك، والكلمه خصها تكون دائما مفرده. اذا كان الجمع شنو خصنا نعملو؟ اذا كان الجمع كنستعملوا هادو مي تي سي نو فو و لوغ. هادو نيس ادوات الملكيه. حنا كنبغي نقولوا شي حاجه ديالنا، شي حاجه ديالكم، شي حاجه ديالهم هما، شي حاجه ديالنا حنايا. العفو غادي نعاود ياك خطيت. اذا مي كنقول شي حاجه ديالي انا، يعني بزاف ديال لي فواتور ديالي. اذا نكتبوا باللغه العربيه غنفهموا افضل. مي فواتور سياراتي، يعني عندي بزاف د السيارات. تي ميزون منازلك. سي بارون اباؤهم ياك، او لا اباؤهن. نمسح هذه باش نكتب حاجه اخرى. نو زامي امي بنيتات. اذا صديقاتنا. فو بروبوزيسيون اقتراحات. لاحظ من لا اسحني الجمع اقتراحاتنا. لوغ ها هي عندها اس لاحظتي. وشوا ما نقدرش نبدلها لان في الاخر ديالها اكس الجمع ديالها كيكون بحال المفرد ديالها. لوغ شوا اذا اختياراتهم مزيان. اذا هذه كان مع ادوات الملكيه. كانت هنا عندنا ديال المذكر ومفرد، مؤنث ومفرد، وهذو الجمع بنوعه كيتستعملوا المذكر كيتستعملوا المؤنث. فاذا كانت عندي شي حاجه مذكره بحال مثلا غادي نقول ستيلو غادي نقولوا مي ستيلو ياك، و اس في الاخر ديال ستيلو. و فواتور مادام بزاف غادي نقول مي فواتور الى اخره. نزيدوا ان شاء الله. الان غادي نشوفوا لا بروبوزيسيون. لا بروبوزيسيون هو الاقتراح ياك، شي حاجه كتقترحها. بيان كنعرفوها كاملين، جيد، مزيان، ممتاز. جي ريفليشي، شفنا لو فيرب ريفليشي غدا بعيد، وشفناه في باسي كومبوزي و بريزون فيتور. جي ريفليشي المعنى ديالها انا فكرت ياك. بيان قلنا جيد، و بروبوزيسيون قلنا هو الاقتراح. مزيان. اذا جي ريفليشي ا votre proposition. votre دابا تكلمنا عليها ياك. جي ريفليشي ا votre proposition. هاد ا المعنى ديال هنايا في. اذا انا فكرت في اقتراحك. ولكن حنا نزيد هاد كلمات بيان. جي بيان ريفليشي ا votre proposition. انا فكرت جيدا في اقتراحك. ممتاز. نزيدوا ان شاء الله. كاملين بينا كنعرفوا لو فيرب الي. لو فيرب الي المعنى ديالو ذهب، مشى بحالو ياك، ذهب. وكاملين بينا كنعرفوا نعملوا له لا كونجيغيزون في البريزون. هذا لا كونجيغيزون عندنا في البريزون مضارع. جو في انا اذهب، tu vas انت تذهب، il va هو يذهب، elle va هي تذهب، nous allons نحن نذهب، vous allez أنتم تذهبون، ils vont هم يذهبون، و elles vont هن يذهبن. ولكن السؤال اللي بغيت نطرحه عليك الآن لعل هادشي كامل اللي شفناه الآن كتعرفوا هذا تذكر، لأن مادام هادشي موجه للمبتدئين كنخاف يكون شي واحد تلفت له شي معلومة بسيطة وغادي يمنعوا أنه يزيد يفهم معنا. لهذا كنحاول ما أمكن جميع لي ديتاي كل التفاصيل أنني نذكرها. وإذا كنت كتفهم غير صبر معايا شوية، كاين واحد اخر عليكم ما فاهمش. اذا السؤال اللي قلت لي بغيت نطرح عليك من بعد حنا ما تكلمنا على الي هي لو فيرب ذهب. شنو المعنى اللي غتكون الي اذا زدت عليها شي فيرب؟ مثلا اذا قلت جو في الي صرفتها في بريزون غادي نقول جو في
وغنزيد معها شي فيرب كنعرفوا بزاف، مثلا لو فيرب مونجي أكل، جو في مونجي، شنو غيكون المعنى ديالها؟ ولاحظ بأن حين كيكون عندنا جوج لي فيرب مورا بعضيتهم ثاني ضروري ما تخليه في الانفينيتيف، ما كيتصرفش. جو في مونجي شنو غيكون المعنى ديالها؟ إذا غنشوفوا ما عطيتنا بحال هادشي هذا. جو في aller, tu vas prendre, il va aider, nous allons nous reposer, ou je vais choisir. هادو كاملين فيهم لو فيرب aller, aller مصرف في البريزون ياك، وكنزيدوا عليه دي فيرب في الانفينيتيف، كنزيدوا عليه دي فيرب ياك، هذا لو فيرب كنزيدوا عليه دي فيرب. اذا شنو غيكون المعنى ديال هادشي هذا؟ اذا بحال اللي قلت المثال د قبيل جو في مونجي، فجو في مونجي اكل، مادام انا جو في مونجي، هاد جو في المعنى ديالها ما كتبقاش ذهب، ما كيبقاش المعنى ديالها انا اذهب، وكترجع المعنى ديالها سوف، كتفيد المستقبل. جو في مونجي سوف اذهب. اذا مسحت هادشي اليف بلس فيرب في الانفينيتيف كيساوي، يعني الفيرب ماشي مصرف، كيساوي هادشي هذا هو لو فيتور بروش. فيتور بروش واخا ندخل هنا نكتب فيتور بروش، والمعنى ديال الفيتور بروش هو المستقبل القريب. المستقبل القريب مزيان. كاين فرق بين الفيتور عادي اللي كنعرفو فيتور، بين الفيتور عادي اللي كنعرفو ياك، الفيتور عادي اللي كنعرفو، وهذا الفيتور بروش اللي تكلمنا عليه الان. فيتور بروش المستقبل القريب، يعني شي حاجه غادي نعملوها من دابا شويه. حين كنقول جو في سورتير انا من دابا شويه غادي نخرج، جو في مارشي انا من دابا شويه غادي نخلف، جو في ريفونير انا من دابا شويه غادي نرجع ياك. مزيان. اذا نشوفوا هاد الامثله اللي عندنا هنا. جو في الي هي ذهب، ودائما هاد الاوليه سوف. اذا انا مادام تما جو انا سوف وغتكون اذهب، انا من دابا شويه غادي نمشي. tu vas prendre هي اخذ، tu vas prendre une douche طبعا هي الدوش معروفه. اذا انت سوف prendre une douche غدوش ياك، انت سوف تغتسل غدوش او تستحم. مزيان. il va aider son frère. le frère هو الأخ، son دخل على son ديالو هو ياك صديقه. إذن il هو il va وموراه le verbe aider، يعني دو verbe اللي موراه عطيتهم، يعني عندي aller وزدت عليه verbe، يعني il va غادي يكون هو سوف، aider le verbe ساعد، إذن هو سوف يساعد son frère صديقه. مزيان. nous allons nous reposer. نحن سوف nous reposer. هذا جسم لو فيرب se reposer ياك. إذا هادو من بين لي فيرب غادي غنشوفوا اليوم. prendre أخذ، aider ساعد، se reposer هي ارتاح. إذا nous allons nous reposer نحن سوف نرتاح. لو فيرب choisir اللي شفنا اليوم هي اختار ياك. إذا جو في choisir أنا سوف أختار. إذا شفنا اليوم لو فيرب aller بلس ان فيرب ماشي مصرف في الانفينيتيف، وهو اللي كيعني لو فيتور بروش المستقبل القريب، والطريقة التركيب ديالو هو هذا. أنا اليوم ما كنتش كنحاول أنني نعلمك جمل جداد، بالعكس كنت كنحاول نعلمك واحد لو طون جديد، واحد الطريقه ديال التصريف ديال الكونجيغيزون جديده. هو عندنا الي زائد عليه لو فيتور بروش اللي كيعني المستقبل القريب. فمن دابا فوق اذا كنتي غادي تتكلم على شي حاجه غتعملها من دابا شي دقائق هيدا، شنو غتعمل؟ كتقول له جو في ليغ ان ليفر، سوف اقرا كتاب. ولكن اذا كنتي ديك الكتاب غتقراها من دابا مثلا اسبوع، جو لو فيرب ليغ دابا اسبوع غتستعملو في الفيتور سامبل، غتقول جو ليغي ياك، جو ليغي ان ليفر، سوف ان ليفر ياك، سوف اقرا كتاب فعلا. ولكن المقصود ديالو بان يمكن دابا اسبوع، من دابا شهر، من دابا ما نعرف. ولكن اذا كنتي غتعمل هذه الحاجه هذه من دابا شويه، اذا جو في ليغ يعني نزولوا هذا الي غادي نعملوا جو في ليغ ان ليفر، سوف اقرا كتاب. الان يمكن الكتاب في يدك نيت وانت غتجلس من دابا شويه وغتشبر تقرا. كنظن الامور واضحه. نزيدوا راه نفهموا شويه الجمله هذه. اذا شنو غيكون المعنى ديال جو في choisir de vivre dans cette maison؟
إذا شوازيغ قلنا هو إذا عندنا هذا لو فيرب وهذا لو فيرب ياك كنظن هادو هما لي فيرب اللي كاينين هنا. لو فيرب الاول شوازيغ دابا تكلمنا عليه هي اختار، ولو فيرب فيغ ما كنتوقعش شي واحد ما كيعرفوش اللي هو عاش فيفغ عاش. جو في فيفغ إذا جو في غادي يكون هنايا سوف مادام أنا سوف هنا اختار عاش دون سيت ميزون. حاول الترجمة. إذا المعنى ديالها غتكون أنا سوف أختار أن أعيش في هذا المنزل. أو لا يمكن أنني أن أعيش نقول لا أنا سوف أختار العيش في هذا المنزل ياك يمكن تعمل هنايا أنا سوف أختار العيش في هذا المنزل. جو في شوازيغ أنا سوف أختار دو فيفغ العيش دون سيت ميزون في هذا المنزل. نزيدو إذا عندنا جو كروا كو. لاحظ بأن الجملة هذه كاملة دابا عاد شفتيها. جو في شوازيغ دو فيفغ دون سيت ميزون هي هذه ياك. وشنو هي جو كروا كو؟ إذا لو فيرب كروار هي كنا شفناها قبل اعتقد ياك. إذا جو كروا كو أنا أعتقد أن كو هنا كتجي معنى أن. Je crois que أنا أعتقد أن je crois que je vais choisir dans cette maison. أنا أعتقد أنني سأعيش أنني سأختار العيش في هذا المنزل. إذن أعتقد أنني سأختار العيش في هذا المنزل. مزين. زيدوا نشوفوا جملة أخرى. J'ai bien réfléchi à votre proposition et je crois que je vais choisir de vivre dans cette maison. إذن آخر ما كتبنا je vais choisir de vivre dans cette maison هي هذه. je crois que كنا زدنا هنا. إذن كنظن هذه الجملة سهلة. قتلنا هذه j'ai bien réfléchi à votre proposition. هاد j'ai bien réfléchi à votre proposition راه سبقنا شفناها. J'ai bien réfléchi à votre proposition. أنا فكرت جيدا في اقتراحك. أي المعنى ديالها هو كلشي كيعرفه. إذا غيكون المعنى ديال الجملة هذه J'ai bien réfléchi à votre proposition et je crois que je vais vivre dans cette maison. أنا فكرت جيدا. إذا أنا فكرت جيدا في اقتراحك وسوف أختار je vais choisir سوف أختار العيش في هذا المنزل. مزيد نزيد إن شاء الله. هنا غادي نهضروا على آخر حاجة اللي غادي نستعملوها في لي فيديو اللي ماجين أو في الدروس اللي ماجين إن شاء الله. شنو هذه كيفاش تعطي لوبينيون ديالك. دوني سون اوبينيون. تعطي لوبينيون هو الرأي ديالك. كيفاش تعطي الرأي ديالك. أول واحدة اللي عملناها دابا عيد هي جو كروا. إذا جو كروا هي أنا أعتقد. مزيان. جو فوا أنا أرى يعني في الرؤية ديالي كذا 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 كتعطي الرأي ديالك. جو بونس كو كاينين فيهم كو. لاحظتي ديك أن أعتقد أن أرى أن. جو بونس كو أظن أن ياك. بونسي يظن وفكر. أظن أن هنا كتجيب المعنى ديال الظن ولا ديال هذه. جو سوي كونفانكو. كونفانكو ما جاب كونفانكر. لو فيرب كونفانكر إذا بغيتي تفتش على الكونجيغيزون ديالو. كونفانكر هي شي واحد مقتنع اقتنع. كونفانكر هي اقتنع. ولاحظ كنمشي مع لوكسيلير ياك مزيان تعلم الكونجيغيزون ديالو. إذا جو سوي كونفانكو كو أنا مقتنع أن يعني أنا على قناعة تامة أن. إذا بغينا نستعملوا هذا جو سوي كونفانكو كو هنايا شنو غادي نقول j'ai bien réfléchi à votre proposition et وهنا في عوض هذه غادي نعملها je suis convaincu que je vais choisir de vivre dans cette maison. أنا متيقن بأنني غادي نختار أنني نعيش في هذا المنزل هذا. إذا هنا كنا مع آخر معلومة في هذا الفيديو هذا. وبغيتك هادو ياك يدخلوا في الراس شوية. je crois que, je vois que, je pense que, je suis convaincu que.
المعنى ديالهم خصك تحفظ، ونتمنى انك تبدا تعمل بهم امثله ياك في النهار ديالك تتكلم مع راسك. Je suis convaincu que je vais aller au travail aujourd'hui, je suis convaincu. انت ماشي مزيان. ان شاء الله عز وجل نخليك الان ياك باش ما نزيدوش نطولوا الفيديو، باش ما يصبحش ممل. نطلب الله عز وجل من نكون هادشي اللي كنعطيه لك مفيد بزاف بالنسبه لي لك. نتمنى الله عز وجل اذا كانت عندك شي ملاحظات تسردها لي، اذا كان عندك شي اسئله سردها يعني الواتساب بيناتنا. واهم شيء اذا لاحظتي شي فيديو عملت فيه شي خطا، لان الانسان عنده ما يكون كنتكلم هيدا مباشره عندما يكون كنخطا، انا ما كنوجد والو من غير هادشي اللي كنكتب هيدا مباشره. كان كيعجبني نعطي درس بعفويه، لان بهذه الطريقه دي انا مأكد غادي نعطي معلومات كثيره من انني نبقى نسجل نحاول نقرا ولا هذه. ولهذا اخترت انني نتكلم معك بالدارجه ماشي باللغه العربيه باش تكون التواصل افضل. فاذا جبتي شي خطا في شي فيديو مزيان اتصل بيا وقول لي فين الخطا باش نصححوه. باش يمكن يكون شي واحد اخر المستوى ديالو اضعف ما يلاحظوش وما نستافدوش ياك. فكل ما عاوننا وعطيتنا نتعاونوا كاملين ان شاء الله عز وجل. الى اللقاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.